الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. القدس باكية والشام والحرم، أشلاء قوم لها النيران تلتهم. أطفالنا صارت صيدا لطائرة حمقاء تبدو على أطرافها الحمم، والدرب بالورد مفروش لعاهرة يلقي خطابا لدى استقبالها قزم. شاهدت بالأمس أما ودعت ولدا، راحت من النعش تدنو وهي تبتسم، ألقت على خده المغبر قبلتها، ثم انسنت نحونا تدعو لمن سلموا. والنصر وعد الله، والنصر وعد الله يصنعه بأس شديد، وصبر دائم ودم. حقا النصر وعد من الله عز وجل. أحببت أن أنقل لكم هذه الرؤيا المبشرة في هذا الوقت الصعب. يقول صاحب الرؤيا: رأيت كأني في أرض المحشر، وكأن الشمس قد دنت واقتربت من الناس، وكان البشر كلهم لونهم أسود. وسمعت قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم كأني دخلت إلى الجنة، كانت بيضاء اللون ناصعة البياض، وكأن ترابها المسك. ورأيت أشجار ليست طويلة فيها من كل أنواع الفاكهة. ثم رأيت دكتور جاسم المطوع، كان هيئته في الرؤيا أنه هيئة الدكتور جاسم المطوع، لكن وقع في نفس الرأي كأنه نبي من الأنبياء ولا يعرف اسم هذا النبي. كان هذا النبي أو دكتور جاسم المطوع كان يستقبل الناس الذين دخلوا إلى الجنة بفرح، ويقبل رؤوسهم ويقطف لهم من ثمار الجنة بيديه ويطعمهم. والناس لم يكونوا في سن الشباب، ولكن كانوا كبار في السن قليلا. كانت النساء يلبسن الجلباب، والرجال هيئتهم هيئة الأئمة. كأن هذا النبي ينظر للرائي قائلا بعينيه: لماذا لا تأتي إلي؟ وانتهت الرؤيا. جاء المشهد في أرض المحشر بالتحديد، لأنه يدل على نزول عذاب الله عز وجل وانتقامه من الظالمين، وذلك لقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. دنو الشمس من الرؤوس مع اقترانه بهذه الآية التي انتهت بقوله تعالى: ولكن عذاب الله شديد، دليل نزول العذاب. وأيضا رؤية الناس وجوههم سوداء، دليل العذاب لقوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كل المشهد وكل الرموز تكمل بعضها وتكمل المعنى، أنها تدل على نزول العذاب بالظالمين والطغاة. نعلم أن الشمس كثيرا ما تدل على الملك أو الحاكم أو الإمام وهكذا، ولكن دنو الشمس في هذا المنام مع الاقتران بالآية هذا المشهد وأنه أرض المحشر دليل على أن الشمس هنا هي عذاب الله عز وجل، وأنها قوة وإرادة من الله عز وجل تحل على الظالمين. كأنه دخل الجنة ناصعة البياض ترابها كأنه المسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا البياض يدل على المحجة البيضاء، أي الصفوة الاصطفاء بعد التمحيص لمن يختارهم الله عز وجل ويثبتهم ويتمسكوا بالدين ويظلوا على المحجة البيضاء. فما الجزاء؟ الجزاء أن يدخلوا الجنة. الجنة ترمز للراحة، خاصة أن ظهر فيها الثمار، أشجار فيها ثمار من كل أنواع الفاكهة. كلمة ثمرة تدل على الخلاصة، لذلك ظهرت الثمار بالتحديد لأنها تدل على الخلاصة والجزاء. كما يقول أحدنا: حصدت ثمرة عملي، فهذه هي ثمرة الصبر. أما عن ظهور جاسم المطوع، ظهر بهيئة جاسم المطوع لكنه جاء بدور نبي من الأنبياء. هذا يرمز للرجل الذي سيصطفيه الله عز وجل ليؤدي المهمة العظيمة. جاسم أي الجسيم، والجسيم هو العظيم وهو القوي، قوي البنية وعظيم المكانة. والمطوع أي طائع لله ولرسوله. لماذا جاء كأنه نبي من الأنبياء ولم يعرف اسم هذا النبي؟ لأنه كما قلت جاء رمز للرجل الذي يصطفيه الله عز وجل للمهمة العظيمة. النبي لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. النبي لغة المبلغ أو المخبر، مشتقة من النبأ أو الخبر، أي الرجل الذي يقوم بالتبليغ. وأيضا لها معنى لغوي آخر: نبأ أي ارتفع وعلى، ارتفاع الشأن أو علو الشأن، ويظهر يعني بمعنى يظهر على الناس. وأما اصطلاحا فهو الشخص
الذي يختاره الله عز وجل ليؤدي رسالة معينة. الناس كأنهم ليسوا في سن الشباب وإنما كبار قليلا، لأن هذه ترمز لجنة الدنيا وليست جنة الآخرة. يعني الرؤيا كلها مرموزة لا تدل على ما يقع في الآخرة، لأن الناس في الجنة سيكونوا بإذن الله كلهم في سن الشباب، لكنهم ظهروا أكبر قليلا في السن لأنها جنة الدنيا. وظهر الرجال كأنهم أئمة كما قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إضافة نسيتها في موضوع الثمار. الثمار يطعمها للناس بيديه. الثمار هنا ترمز للخيرات التي ستعم على الناس عن طريق هذا الرجل الذي سيختاره الله عز وجل، تؤول بعلم ورزق ومال، ومال سيكون بين الناس بوفرة وبكثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يقسم المال صحاحا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.